فيلم من 30 سنة هو من أكتر أفلام الأندر ريتد في السينما المصرية، فيلم مجمع مجموعة من سمات النجاح اللي كلها أساسا لو اتحطت في فيلم واحد ممكن تنجح أي فيلم عادي، إلا إنها ما نجحتش الفيلم ده. فيلا بينا نبص على الفيلم ونعرف هو إيه اللي حصل من 30 سنة. الفيلم بيبدأ مع عماد صلاح الدين اللي هو أحمد السقا، وهو بيكتب الرواية بتاعته، واللي بيقول إن مش هو اللي بيكتبها إنما هي اللي كتبته، وان الروايه دي بتتكلم عن شخصيات حقيقيه جوه الفيلم بس، واللي هم عيلته. نبدا بعد كده مع اول شخصيه في عيلته واللي هو جده الحاج عبد التواب الطيب، اللي قرر في نهايه الخمسينات ان هو ينقل تجارته للقاهره، وده كان بعد موت مراتاته الاثنين، وفتح ساعتها محل اسمه اسلحه الطيب، والدنيا مشيت معاه زي السكينه في الحلاوه. وفي الثمانينات خلاص كان بيموت، وجاب كل عياله وقال لهم ان هو وزع ثروته عليهم بالتساوي، واللي هم نبيله وحسن وجمال ونجوى واحمد وهدى عماد. بتعدي السنين وبنشوف بعد كده العيله كلها وهي مستنيه عمر ابن احمد اخوهم، واللي المفروض ان هو راجع من بره مصر بعد سفر سنين طويله، واللي بقى دلوقتي ما شاء الله عليه مالتي ملياردير، وعدنا يا رب. المهم بنشوف بعد كده احفاد الجد الكبير الحاج عبد التواب الطيب، واللي هم بنت جمال رشا، وابن حسن اللي اسمه سليم، وبنته اللي اسمها نهى، وابن نجوى اللي اسمه هاني، وطبعا عماد ابن هدى، وبعد شويه هنشوف عمر. بيبان بعد كده ان في مشاكل ما بين حسن وعياله، وان هو السبب في المشكله دي، ولكن لسه مش عارفين هي ايه. بس كل اللي بنعرفه ان حسن جوز نهى لواحد اكبر منها ب20 سنه. العيله كلها بتتجمع عشان يستقبلوا عمر، وبيبان على رشا انها ناويه كده انها تلعب على عمر عشان فلوسه. نبدا مع كان نشوف شخصيه كل واحد في العيله، ونبص للاخت الكبيره اللي هي نبيله، واللي عندها زهايمر على خرف كده، ميكس لذيذ يعني، وجمال وبنته رشا، واللي هم الاثنين شخصيات انتهازيه لابعد حد، وحسن وعياله سليم ونهى، واللي محدش فيهم طايق التاني، ونجوى اللي كله بيقول عليها بنت الرقاصه لان ابوها اتجوز امها واللي كانت رقاصه يعني، وبتكون شخصيه متصابيه جدا مش عايشه سنها اساسا، ومصاحبه عيل قد ابنها بقى، واللي اسمه هاني شغال في السلاح ولكنه في السكه الغير قانونيه منه كده. متبقي معانا مين؟ عماد، واللي امه هدى ميته هي وابوه، وبيكون شغال كاتب كده على قد حاله، وقاعد في بنسيون اللي هو حاجه زي الاوتيل كده، وهو افقر واحد في العيله بالبلدي كده، بيكح تراب. والاخير معانا عمر ابن احمد، واللي ابوه وامه هم كمان ماتوا. بيوصل عمر والكل بيستقبله بترحاب عالي قوي، طبعا ما هو معاه فلوس، بس هي الفلوس دي اصلا جت منين؟ عمر سافر اوروبا، وزي قصه نجاح كليشيه لاي حد سافر بره مصر خصوصا اوروبا، اتمرمط وعاش حياه صعبه جدا لمده كام سنه، ولكن بعد كده اتعرف على واحد اسمه ارنست، واللي ما كانش بيخلف ولا متجوز، واعتبر عمر زي ابنه وشغله معاه، وبعد لما مات ساب له كل ثروته. قصه كليشيهيه من العار الاول، وكل واحد مصري بيحلم بيها اساسا. يلا عقبالنا يا رب. عمر بيحكي لعيلته ان هو عقيم، وان الثروه بتاعت ارنست دي ملعونه، وان الثروه دي لسنين طويله بتتنقل ما بين ناس بتموت، واللي بيورثهم مش من صلبهم اصلا. وهنا قرر عمر ان هو يجي مصر يوزع الثروه بتاعته على عيلته علشان يقضي على اللعنه دي. اوعدنا يا رب. برضه في سؤال مهم هنا لازم يتسال، واللي هو هل اللعنه دي حقيقيه؟ عماد بيروح تاني يوم للناشر اللي بينشر ليه كتبه علشان محتاج شويه فلوس، ولكنه مش بيديله حاجه، وبياخده بعد كده معاه لندوه لشاعره سكندريه اسمها حنان البغدادي، وهي ولا شاعره ولا نيله اساسا، ما شاء الله عامله قصيده اسمها ما عنتش، مفيش اكتر من كده شعر، فكرتني بقصيده كده اسمها ما عنتش فقمت كلمته، حاجه كده يعني. عمر بياخد عيلته بيسهر معاهم في بار وبيهيص، والدنيا لذيذه جدا. بعد كده بيخش الحمام وبيكتشف ان هاني ابن نجوى بيشم بودره. بيتخانق هاني مع عمه بسبب المشاكل اللي بينه وما بين امه نجوى، وبنعرف السبب المشاكل اللي بينهم، وان هو اكتشف ان امه مصاحبه صاحبه امراه متصابيه. عماد بيروح لنشر المكتب بتاعه علشان فلوس برضه، وهناك بيلاقي ساعتها ان هو كان بيتهجم على حنان اللي هي الشاعره السكندريه، وبيدافع ساعتها عنها عماد قدام الناشر، وبيطردوا الناشر هو وحنان. عماد بعد كده بياخدها وبيتصاحب عليها وبيعجب بيها، ومن الواضح ان هما الاتنين بيكحوا تراب اصلا زي بعض، وبنعرف بعد كده انها من اسكندريه، ده لو مش واضح يعني، وان عيلتها ظروفها صعبه فهي سافرت عشان تاكل عيش في القاهره. وبيعرف عماد منها انها بتنام في قهوه، فبياخدها ساعتها عشان تسكن معاه في البنسيون اللي هو قاعد فيه، وهناك بيقابل عمر ورشا. حنان وقع منها البوك بتاعها لما كانت في مكتب الناشر، فبتطلب من عماد ان هو يسلفها، ولكن عمر بيتدخل وبيدفع عليها ثمن البنسيون، وساعتها بتقعد تمدح نفس المدح اللي مدحته من شويه لعماد بتمدحه لعمر، وعماد طبعا بيزعل بسبب ان هو افتكرها معجبه بيه زي ما هو معجب بيها، وكمان كده غار عليها. عمر بياخد عماد ورشا ومعاهم حنان وبيعزمهم على عشاء في مطعم، والدنيا بتبقى لذيذه، الى انه هم خارجين من المطعم في واحد مجذوب اللي هو مجنون بيخبط في عمر وبيقول له جمله غيرت كل حاجه: هتقتل 9. طبعا عمر بيخاف، بس كلهم بيطنشوا الموضوع ده. 9 ايه بس اللي هتقتلهم؟ هتلاقي راجل مجنون ولا حاجه. كثير منا قد تتاح لهم الفرصه ويشاهدون العلامات، ولكن كم منا لهم القدرة على الإدراك؟ 0. لا يوجد.
عمر بيبقى واقف بيسقي الورد بتاعه اللي هو مستورده من الهند، وافتكر الورد ده كويس عشان هنحتاجه قدام. المهم حسن عم عمر بيجيله وبيطلب منه ان هو لو يعرف حد في الخليج يعني يشوف له معاه حوار كده. هو بيحكي له ساعتها عن طريق نهى، وان هو واحد من عيله من اغنى عائلات بورسعيد، وان هم اتشاركوا مع بعض في محلات سلاح في الخليج، وان سليم ابنه اتجوز واحده تانية، ولكن اللي حصل ان مرات سليم خانته مع جوز اخته نهى. طب هل هو قفشهم؟ لا، ده انيل، ده هي اللي جت اعترفت ليه اساسا وقالت له انها بتحب جوز اخته وانها عايز تتطلق. يخرب بيت الفجر. المهم ساعتها طلقها سليم، وجوز نهى طلقها هو كمان، وخدوا هما الاتنين بعضيهم وسافروا الخليج واتجوزوا، وهناك سرق فلوس الشراكه اللي ما بينهم، وده اللي خلى سليم يجيله حاله نفسيه ويعيش بالمهدئات. ودلوقتي سليم عايش في حزن هو ونهى، وحسن ابوهم عايش بالذنب. ولكن هل هي دي كل الحكايه الحقيقيه؟ لا طبعا. سليم اصلا مراته دي كانت خطيبه صاحبه، وخدها منه قبل فرحها ب10 ايام، يعني بالبلدي كده كما تدين تدان. ونهى كمان كانت هي وابوها مدبرين الجوازه دي اصلا عشان فلوس جوزها اصلا ان هم كانوا طامعين فيها، وده اخرة الطمع. عمر هو وعماد بيجيبوا هاني عشان في ظابط كلم عمر عن هاني وان هو بيتعاطى، وعمر وعماد ساعتها بيهزقوا هاني وبياخدوا منه الهيروين اللي معاه. بيقعد بعد كده عمر يهزق فيه، وفي الاخر عمر بيدي لهاني مخدرات تاني عشان يقدر ان هو يبطل من نفسه، عشان يبقى قدامه الاختيار بنفسه ان هو يبطل. طب هل هاني هيبطل؟ لا طبعا. طلع بره بعد كده وركب الموتوسيكل بتاعه وقام شدد له سطرين ومنطلق. ما هو اللي فيه ده مش بيبطله. عمر وعماد بيقابلوا حنان عشان يخشوا السينما، وهم في وسط الفيلم هاني بيتصل بيهم بسبب ان في ناس بعربيات بتهجم عليه وبيضربوا على بعض نار. عماد وعمر بيطلعوا يجروا عشان يروحوا ان هم يلحقوه، ولكن هاني بيقدر ان هو يقتلهم وبيفلت منهم. بعد كده بيقف عشان يشد له كمان سطرين، ولكن بيجي قطر وبيخبطه وبيموت هاني. تحقيقات بيكتشفوا ان في دمه كميه كبيره من المخدرات، وده طبيعي يعني. حاجه كويسه ان ام نجوى اخيرا بتفهم اللي كانت بتعمله ده، وحست بالذنب وانها السبب في موت ابنها. وفي العزا بتاع هاني بيجي لعمر ساعتها نفس المجزوم من تاني، وبيقول له نفس الجمله هتقتل 9. الله، ده بين حوار بجد ولا ايه؟ عمر حس ان هو السبب في موت هاني اصلا. طب ليه هو السبب؟ هو السبب بسبب ان هو ساب له المخدرات وهي كانت السبب في موته. الله، هي اللعنه شكلها بجد ولا ايه؟ هيبان. تاني يوم بيكون عمر وعماد وحنان في الجنينه بتاعت قصر بتاعهم، وبيكون في كلب جيرمان بتاع عمتهم نبيله، فحنان ساعتها بتخاف منه، وبيامر عمر ان الكلب ده يتربط. ونبيله بعد كده بتطلع من البلكونه تطردها عشان تبص عليه، ولكنها بتقع من البلكونه وبتموت. بيتجمعوا بعد كده عيله كلها عند المحامي عشان عمر كان خلاص عمل جرد ممتلكاته، وعشان كتب الوصيه اللي بيوزع فيها ثروته عليهم بالتساوي، وكمان عشان يقسموا ميراث نبيله عليهم. وبكده بيكون تاني حد يموت في العيله. لا يوجد فارق كبير بين الحريق والانفجار، كلاهما يبدأ بشرارة، ولحظة توقيع عمر على وصيته للعائلة كانت هي الشرارة. وبدلا من أن يتشاركوا جميعهم في إرثه، تشاركوا ولكن في بعضهم البعض. عمر بيخش في حالة اكتئاب، وبيحس برضه بالذنب ان هو السبب، ما هو اللي قال ان الكلب يتربط في المكان ده، وهو برضه اللي ادى هاني المخدرات. بدأ ساعتها يربط ما بين الاحداث اللي بتحصل دي وبين الكلام اللي قاله المكذوب، وبدأ كمان ان هو يربط ما بين كلام المكذوب ومن اللعنة بتاعت الفلوس. المهم بيقرروا بعد كده ساعتها ان هم يسافروا اسكندريه عشان يغيروا جو يعني، وحنان بتعزمهم في بيت اهلها، وبيسافر عمر وعماد ورشا وسليم ونهى وحنان لاسكندريه. بنشوف بعد كده عيله حنان وان هم ناس على قد حالهم، بس ابوها مش بيرد اي حد ان هو يجي يقعد معاه. بيروحوا بعد كده يتغدوا سوا، وعمر بيروح عشان يقف يتكلم مع حنان، وعماد طبعا قاعد بياكل في نفسه اصلا مش بياكل في الاكل، ويبان ان حنان وعمر معجبين ببعض. بيروحوا بعد كده يقعدوا في الشقه بتاعت رشا كلهم، ولكن من غير حنان. رشا وعماد بيشدوا مع بعض عشان هو زمان اعترف ليها ان هو بيحبها، بس هي هزقته. طبعا ما هو زمان ما كانش معاه فلوس، بس دلوقتي بقى غني وده اللي اتغير. المهم ان هم بينزلوا يسهروا مع بعض، وبيتبقى في الشقه مين؟ عماد ونهى وسليم. تاني يوم الصبح محدش فيهم بيكون بيرد على عمر في التليفون، فبيخلي البواب والجيران يكسروا باب الشقه. بيلاقوا بعد كده الشقه كلها ريحتها غاز، وبيكون سليم نسى ان هو يقفل عين بوتاجاز بعد ما كان بيعمل شاي، وكلهم ماتوا من تسريب الغاز ما عدا عماد الوحيد اللي ربنا سترها معاه وفضل عايش. ولما حسن بيوصل له خبر موت عياله بيضرب نفسه بالنار وبينتحر. ورث مرير يتوارثونه، اوراق، شيكات، نقود، عندما تلمسها تشم بها رائحه الدماء، وكأن القدر يحرم عماد دائما من لذة الأشياء. سيظل فقيرا. كلهم بيكونوا في مكتب المحامي من تاني عشان يقسموا الورث بتاع حسن وسليم ونهى. عمر بيحس بالذنب اكتر واكتر، وهو كان جاي عشان يورثوه وبقى هو اللي بيورثهم. عماد بعد كده بيبدا ان هو يربط الخيوط ببعض، اللعنه وكلام المكذوب وان هو هيقتل 9. عمر هو اصلا اللي اقترح ان هم يسافروا اسكندريه، وهو اللي امر ان الكلب يتربط في المكان ده، وهو اللي ادى هاني المخدرات. طب وحسن؟ ما انا نسيت اقول لك، ما عمر اصلا هو اللي كلم حسن في التليفون وقال له ان عياله ماتوا، ويبدا ساعتها عماد ان هو يعدهم
1 هاني، 2 نبيلة، 3 سليم، 4 نهى، 5 حسن، 6 جمال، 7 رشا، و8 نجوى، والتاسع هو عماد. هو ده بينه بجد ولا ايه؟ ولكن الباقي بيقول ان ده كلام فارغ وتغاريف مش اكتر، شيل من دماغك. عماد بياخد حنان عشان يعترف لها بحبه، ولكن حنان بتديله اللي هو انا بحبك بس زي اخويا، وهنا عماد بيفهم انها بتحب عمر مش هو. احمق هو من يتصور ان المرأة تظهر في المرآة، فما يظهر منها مجرد غلاف يخفي وراء حروب. نعشق، نهوى، ثم نهوى. عمر بيجي لعماد البنسيون وبيشدوا الاتنين في الكلام مع بعض وبيتخانق معاه، فعماد بعد كده بيروح نجوى ونجوى بتعقله، فبيتقابلوا عند المحامي تاني وبيتصالحوا. وهم ماشيين بيجي عماد يفتح الاسانسير، بعد كده بيفتكر ده نسيت الموبايل بتاعي جوه في المكتب، وبتيجي مكانه نجوى عشان تخش اسانسير، وبيكون الباب مفتوح على الهوا، مفيش اسانسير اصلا، وبتكون هتموت ولكنها بتتشعلق في حبل الاسانسير، وعماد الحمد لله بيلحقها. عمر بيقرر ان هو ينسى كل اللي فات ده ويتجوز رشا. بيركبوا بعد كده عربيه بعد الفرح عشان يروحوا يتعشوا سوا، عمر ورشا وجمال ونجوى. ولكن وهم في الطريق في خشب بيبقى سادد الطريق، بيجي عمر يفتح الباب عشان ينزل يشيله، بتخش خفافيش العربيه، بيخرج عمر عشان يشيل الخشب اللي قافل الطريق ده، وبيتبقى الباقي جوه العربيه. بيجي بعد كده يتحرك جمال بالعربيه، بتفضل تتزحلق منه على الطريق لحد لما تقع في النيل. بينزل بعد كده عمر عشان يلحقهم، ولكن بيبان العربيه مش بتفتح، وبيكون مصيرهم كلهم الغرق وبيموتوا. وكده ما تبقاش غير 2، عمر وعماد، والعيله كلها ماتت. يا ترى مين فيهم هيكون رقم 9؟ بيتقابلوا تاني عند المحامي للمره الاخيره عشان باقي الورث، وبيتخانق عماد مع عمر بسبب ان هو خايف هو كمان يموت، وبعد كده بيسيب له البلد كلها وبيسافر بره مصر بيعيش حياته. ولكن هل ده هيدوم كتير؟ اعاده الحنين. عماد رجع لبيت حنان في اسكندريه وعرف انها اتجوزت عمر، قلبه اتكسر. راح بعد كده راقبهم من بعيد، بس ثواني، ايه ده المجذوب بيقابل عمر بياخد منه فلوس اهو، يعني ما طلعش فيه حوار هتقتل 9 والكلام ده كله، يعني اللعنه كانت خدعه. هناك نهايات عاديه من صنع البشر، ونهايات خفيه تفوق قدرات البشر، نهايات يضعها القدر، وعندها تدرك الشعور بالصدمه والعجز امام المفاجاه. عماد بيقعد يربط كل الخيوط مع بعض، وبيكلم حنان وبيديها الروايه اللي كتبها، وبتكون فيها الحقيقه كامله. بيوريها برضه صورة عمر مع المجذوب. بس ازاي عمر عمل كل ده؟ عمر هو اللي اختلق حكاية انها هتقتل 9 دي عشان هو اللي يتهم نفسه وكلهم يبرؤوه. عمر لما اخد من هاني هيروين اداله بداله هيروين مخلوط بحبوب هلوسه، وده اللي خلاه يهلوس وكان السبب في موته، وهو اللي فك السور بتاع البلكونه، وده اللي خلى نبيله تقع، وهو اصلا اللي امر ان الكلب يتربط في المكان ده، وهو اللي استغل حب حسن لعياله فتح الغاز في الشقه وسابهم يموتوا. بعد كده بلغ حسن وهو كان السبب ان هو ينتحر. والنبات اللي كان بيسقيه هو اللي كان النبات ده برضه اللي متزين بيه عربيه الفرح، وهو نبات جاذب للوطويط اصلا، يعني هو اللي عمل كل ده، هو اللي قتلهم كلهم. بس ليه؟ حنان بعد ما بتعرف الحقيقة بتروح تواجه عمر وبتطلب منه الطلاق وبتسيبه وبتطلع اوضتها عشان تحضر حاجتها، ولكنها بتسمع ضرب نار وبتلاقي المجذوب جاي وعمر ضربه بالنار، ولكن قبل ما يموت ضرب هو كمان عمر بالنار والاتنين قتلوا بعض. عمر هو كمان مات. بس هل كده الحكاية خلصت؟ عماد حقق اللي بيتمناه واتجوز حنان وورث العيله كلها، وهم في اوضتهم يحتسوا بعضا من المنكر. حنان بتواجه عماد وانه بعد ما عمر مات لقيت في حاجته كده موبايل تاني، واكتشفت ان عماد وعمر هم اللي كانوا متفقين وعملوا كل ده مع بعض. عماد بيكون هيموت حنان، بس هي كانت تسكى منه وحطت له سم هو شربه وخلاص. وعمر بيموت قال لها ساعتها على كل الحقيقه، وقال لها ايه هو اللي حصل من 30 سنه. من 30 سنة جمال ونبيلة وحسن ونجوى ضحكوا على هدى أم عماد وأحمد أبو عمر وأخدوا حقهم من ورث أبوهم، وده اللي خلاهم ماتوا بحسرتهم. وعمر أصلا ما كانش في أوروبا، عمر كان مسجون في العراق. عمر سرق من الراجل اللي كان شغال معاه 50,000 دولار، يعملوا سكة حوالي 25 مليون جنيه دلوقتي بس يعني. المهم إن عمر اتسجن بعدها، ولما طلع قرر هو وعماد ان هم ينتقموا من اللي كان السبب في المرمطه اللي هم فيها دي. وعماد هو اللي خطط لكل اللي حصل ده، وهو اللي اخترع فكره اللعنه، وهو اللي بدل الهيروين اللي كان مع هاني، وبرضه هو اللي فتح الغاز وحسب المده اللي ينام في الغاز فيها من غير ما يموت. حتى النبات هو اللي جابه اصلا، وهو اللي كان جايب قفص خفافيش وحط كمان زيت على الطريق عشان العربيه تتزحلق، وهو اللي خلى المجذوب يقتل عمر. طب هو ليه قتل عمر؟ لسببين. السبب الاولاني ان عمر انقذ رشا يوم الغاز واتجوزها عشان يورث اكتر من عماد، والسبب التاني ان هو اتجوز حنان وهو عارف ان عماد بيحبها. عماد بيموت، بس هل دي النهايه؟
عماد بيفوق بعكابي يلاقي نفسه في اسم الشرطه، وتالت حنان كانت حاطه له منوم اساسا، وكان الضابط مستخبي في الاوضه عشان يسمع كل اعترافاته دي. طب يبقى هنا سؤال، هي ليه حنان اتجوزته وعارفه ان هو قاتل؟ سؤال سهل جدا، عشان تورثه. وفي الاخر عيلة حنان هي اللي ورثت كل الفلوس دي، وجابت ساعتها عيلتها عشان تعيش في القصر الكبير بتاع عيلة الطيب. وكأن اللعنة التي ابتكرها تحولت إلى حقيقة، وانتقلت ثروة عائلة الطيب لعائلة ثانية لا تمت لها بصلة. الفيلم ده اندر ريتد جدا يا جدعان، رغم ان فيه كتير من الثغرات، لان هو فيلم حلو لو بصيت له ككل. يعني الفيلم بتتكلم رسالته في الاخر عن الانتقام، ان هو في الاخر ممكن يودي صاحبه لحد فين اساسا. ممكن تشوف ان اللي عمله عمر وعماد صح، وان هم انتقموا من الناس اللي كانوا السبب في موت ابوهم وامهم، بس في الاخر ده وصلهم لايه؟ وصلهم ان عماد في الاخر قتل عمر. وعلى فكره عمر لو كانت سنحت ليه الفرصه ان هو يقتل عماد ما كانش هيتاخر اصلا، اللي يقتل واحد زي اللي يقتل 9. بس الفكره في السبب اللي هو المره دي قتل عشانه. انت ما ورثتش قليل يعني عشان تبص للشويه اللي هو ورثهم زياده عنك، وكمان مش عشان تتجوز واحده انت كنت بتحبها تقوم تقتله، ما هي اصلا ما كانتش بتحبك. فصراحه شايف السبب تافه قوي. يعني اصل انت خلاص عملت عملتك، خد الفلوس وعيش حياتك. ولكنه الحب يا صديقي، الحب اللي بيقتل صاحبه. والانتقام عامل زي النار اللي انت لو ولعتها مهما عملت هيجي اليوم وتمسك فيك انت في النهايه. نار الانتقام بتاكل صاحبها في النهايه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، كومنت، شير. هتلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها تحت في الديسكربشن. كان معاكم حسن فهد، وبرضه حط لنا كومنتات تحت اقترحوا علينا افكار فيديوهات جايه وهكذا، وان شاء الله نبقى نعملها. بس كده، سلام عليكم.